كان نفسي ارجع على طياره خاصه مليانه شنط وهدوم، وعندي مليون ولا اتنين في البنك، لكن دلوقتي انا راجع وفوق دماغي الفشل. مش عيب ان الانسان ما يقدرش يحقق كل احلامه. تفتكري شريف اخويا هيكون في استقبالي؟ انا بعت تلغراف لبابا وهو اكيد هيبلغه. انا مش عارف هقابل شريف اخويا بانهي وش. قطعا اول ما هيشوفني هيأنبني ويقول لي ياما نصحتك انك ما تهاجرش، لكن انت اهوج. انا مش فاهمه انت بتخاف منه كده ليه؟ هو حاطط في دماغه انه هو اكبر مني، مع العلم الفرق بينه وبينه نص ساعه بس. اطمن، انا هشرح الموضوع لبابا وهو اكيد هيقنعه. ما تنساش ان بابايا رئيس مجلس اداره الشركه اللي اخوك بيشتغل فيها. اتفضل. سحر بابا وحشتني يا بابا. ازيك يا سحر؟ انت ازاي؟ وحشتيني جدا. اقدم لك الاستاذ حسين. Hello, very glad to see you, really. معروف ده شبهه جدا. اهلا يا استاذ حسين. اهلا بيك. امال فين شريف؟ ما جاش ليه؟ تلاقيه زعلان مني. اصله كان دايما بيسأل عن اخباري وانا ما كنتش برد عليه. هقول له انا ايه بس؟ عملتي ايه في لندن يا سحر؟ تحقيق صحفي عظيم جدا يا بابا عن الطلبه الذين يغسلون الاطباق. وبصراحه بقى يا بابا، لولا حسين ساعدني ما كنتش قدرت اخلص التحقيق بالسرعه دي. يا ترى شريف اخويا اتجوز ولا لا؟ انت بقالك كتير غايب عن مصر. 4 سنين يا فندم. ولو ما كانش سحر اقنعتني ان انا ارجع كان زماني ضايع في لندن. ما تحط البتاع ده. بتاع ايه يا فندم؟ اللي في ايدك ده. احطه فين؟ في اي مكان، مهم انك تخفيه. لو كان مضايق حضرتك خده. هات. ها؟ طب خد ده كمان عشان ما بقاش له لازمه. ها؟ لا مؤاخذه يا حسين، اصل بابا موسوس شويه. دول شويه كتير. تو ماتش. انت هتتغدى معانا. متشكر يا فندم. انا رايح اواجه العواصف. اكيد اخويا شريف مجهز لك كام كلمه يسموا بدني. انت لازم تتغدى معانا. وايه لازم دي؟ خلاص بقى يا حسين، ما دام بابا مصمم. افضلي على لندن لا يمكن الانجليز ينكروها. حقيقه يا فندم، انا 4 سنين في لندن. لميت زبالتها، كنست شوارعها، غسلت اطباق، انا بعت جرايد. انا نمت في الهايد بار، ونمت عند الرصيفه كمان. بصراحة يا بابا، الأستاذ حسين مشهور جدا في لندن. بمجرد ما نزلت المطار سألت واحد كناس فين الأستاذ حسين، وداني على اللوكاندا اللي بيشتغل فيها على طول. ايوه انا شلت الشنط بتاعت الانسه سحر فوق دماغي من فوق، خاصة لما عرفت انها بنت حضرتك، وان شريف اخويا باعتها عشان اراعيها كمان. هو حضرتك كنت بتشتغل شيال في لندن؟ يس اوف كورس يس. بس انا كنت شيال لورد يعني كنت محترم حقيقي. اخبار اخويا شريف ايه؟ قطعا ماسك منصب كبير في الشركه بتاعت حضرتك. تعرف سيادتك شريف اخويا طول عمره كان منضبط وبيقدس العمل. يا ترى ماهيته وصلت قد ايه دلوقتي؟ حضرتك ما بتاكلش ايه؟ انا شبعت. طيب اتفضل معايا لاوضه المكتب. سحر ما تخليش حد يزعجنا. حاضر يا بابا. Excuse me. عمل ايه؟ اختلس. اختلس ايه؟ $500,000 جنيه. $500,000 جنيه. استنى حضرتك. اول مرة. حسين حضرتك قلت هو اختلس كام؟ $500,000 جنيه. حسين النضارة اهي. النضارة. حضرتك متأكد؟ ما الجورنال قدامك اهو. مش ممكن، لازم فيه مؤامرة.
قطعا هو مظلوم. اخويا شريف عقدته في حياته الشرف والامانه. عشان كده وثقت فيه وسلمت عقدة المخزن، لكن حضرته شغل المخزن لحسابه، وبدل ما يحط الفلوس في البنك حطها في جيبه. ولما اكتشفت ان تلاعب وقعدت انه يحفظ التحقيق مقابل انه يعترف، لكنه صمم انه ما اختلسش. كان لازم تصدقه. وكذب الفواتير والايصالات وتقارير لجان الجرد. مش جايز يكون مظلوم، مش جايز دي مؤامره حد مدبرها له. هو قال الكلام ده في التحقيق، لكن النيابه ما صدقتوش لان كل الادله كانت ضده. والفلوس دي وداها فين؟ ما حدش يعرف، انما هو دبر خطته والظاهر خباها في مكان امين لغايه ما يخرج من السجن. حضرتك قلت لي هو اختلس كام؟ نص مليون جنيه. امسك حضرتك. نص مليون جنيه؟ ايوه. حسين، اخر حاجه كنت اتوقعها ان انا اشوفك ببدله السجن. معقول شريف اخويا رمز الامانه والاستقامه يتحبس بتهمه الاختلاس؟ شريف انت صحيح اختلست؟ مؤكد دي مؤامره اتعملت ضدك. ها؟ قول الحقيقه يا شريف. ريحني ارجوك. انت جيت امتى؟ امبارح. ومن ساعة ما عرفت بالمصيبة دي وانا مخي هيطير. شريف هو صحيح إن نص مليون جنيه مبلغ كبير، لكن مش ممكن مبلغ زيادة يخليك تغير افكارك. انت ساكن فين؟ في القنطة. انت وديت المبلغ ده فين؟ وايه اللي يخليك تسكن في القنطة؟ انت ناسي ان ليك بيت في مصر، بيت العيلة هو لسه موجود. تروح تقرا الفاتحة على ابوك وامك وتفحى جنب راسهم هتلاقي مفتاح الشقة. هو انت دافن المفتاح مع المراحيم؟ الشقة دي أمانة في رقبتك، حافظ عليها واحرسها، اوعى تفرط فيها يا حسين. الزيارة انتهت. أنا هبقى أجي لك تاني يا شريف، مش عايز أي حاجة غير العيش والحلاوة اللي هم بيجيبوها في السجن. خد بالك من نفسك يا حسين، واوعى تثق في حد.